عمرك لاحظتي ان طعم الاكل اللي كنت بتحبيه زمان مش هو دلوقتي؟ الموضوع ده ليه سبب فعلا، مش علشان الحاجه بركتها قلت زي ما الناس بتقول. جسمنا فيه اكتر من 10,000 وحده تذوق على اللسان، خلينا نعتبرهم زي المشجعين كده، دول اللي بيشجعوا اي اكل بيدخل عليه، فاما يتبسطوا او يزعلوا او يتضايقوا كده يعني. فجسمنا بقى يعرف طعم الاكل ايه من رد فعله. المشكله بقى ان كل ما بنكبر عددهم بيقل بالتدريج، وده على حسب الدراسات بيبدا يحصل من اول ما نتم 20 سنه. وكمان حاسه الشم بتقل مع الوقت، وريحه الاكل مهمه جدا، بل ان بعض الدراسات لقت ان ريحه الاكل بتحدد 80% من طعمه، فلما ما بيكونش ليه ريحه ده بيخليه كانه ملوش طعم، فكل ده بقى بيأثر عليكي وبيخليكي مياله اكتر للمخلل والقهوه والحوادق، رغم ان ممكن زمان تكوني وقتها ما كنتيش بتحبي الحاجات دي خالص. بس الموضوع ده مش مرعب زي ما احنا متخيلين. ابدأي قللي السكر والملح على مدار شهر مثلا، وابدأي استخدمي بدل الملح التوابل الطبيعيه. بس المهم اننا نكون فاهمين ان جسمنا بيتغير مع الوقت، فلازم نتقبل ده وما نلومش نفسنا على كل حاجه. عرفيني في الكومنتات بتحطي قد ايه سكر على القهوه دلوقتي. انا سوريا الألفي، اخصائيه تغذيه. ما تنسيش تعملي فولو علشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه، مش مجرد بتعملي دايت.